أطلعنا أولا على المعارك الدائرة بين الحر والنظامي خصوصا على الطريق بين الشيخون ومعرة الضمان، وما هي أهمية هذه الطريق والمعركة الدائرة؟ أخي الكريم، لا تزال الحملة الشرسة البربرية هجم التسارع المرغول تتوالى على تلك المنطقة، على خان شيخون وعلى معرة النعمان منذ 3 أيام، علما أن هذه المنطقة كانت سباقة في التظاهر والدفاع عن المدنيين منذ بداية الثورة ومنذ بداية الأحداث. وقد اقتحم الجيش الحر أكثر من مرة مدينة خان شيخون وكبدها خسائر فادحة، وعندما قاومه الجيش الحر وأسقطه الكثير من الأعداء يريد أن ينتقم ويلقي بجام غضبه بالبراميل المتفجرة بسبب ما كبده من خسائر الجيش الحر ولواء خان شيخون في المدينة من خسائر كبيرة ونعتاد كبيرة. أخي الكريم، هناك كان رسل كبير يتوجه إلى معركة النعمان من أجل إعادة السيطرة على الحوادث التي اغتنمها الجيش الحر واستطاع تحريرها في معركة النعمان. هذا الرسل أكثر من يومين وهو ينتظر من أجل تأمين معبر آمن للوصول إلى معركة النعمان، وهو يقف جنوب خان شيخون ويتصدى له لواء خان شيخون وكتائب كبيرة من محافظة إدلب على الطريق الدولي لكي تمنعهم من المرور، وتقوم الطائرات بإلقاء البراميل المتفجرة وبالقصف من الطائرات الحربية على المدنيين، حيث أنه البارحة سقطت مجزرة كبيرة في مدينة خان شيخون، أكثر من 25 شهيد صفروا أسمى أنواع الشهادة في المدينة. هم مدنيين كانوا يقطعون في منازلهم وتمر الطائرات وتلقي براميل الTNT. ذلك الجيش التتاري المجرم يروع المدنيين من أجل مرور الرسل إلى معركة النعمان، وهناك في معركة النعمان أيضا اشتباكات عنيفة مع الجيش النظامي المجرم، يحاولون الجيش السيطرة على وادي الضيف. وأريد أن أنبه إلى أنه لا يزال الخطر مستمر في خان شيخون ومعركة النعمان، وهناك عدة كتائب الجيش في مدينة تلقين، حيث هناك قاعدة دولية للدفاع الجوي يقوم الجيش الحربي محافظتها اليوم الثالث على التوالي ويحاول اقتحامها، واستشهاد حسان حبيبي من مجلس تلقين. حتى تنسيقيات الثورة بأجل. شكرا لك.